ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا تاني الفيديوهات من العربية عشان الوقت ضيق شوية معايا الفترة دي. فعايزين نتكلم ازاي تزود الكاش من التصميم الداخلي. اول حاجة لازم تكون طبعا ماشي على خطة، هتلاقيني عامل لك فيديو بيتكلم على موضوع الخطة في نفس البلاي ليست دي على اليوتيوب، وهيظهر لك دلوقتي على الشاشة فوق. الخطة دي بيكون من احد الفروع بتوعها. معلش هتلاقوني ببص شويه على الطريق برضه عشان انا يعني بعمل حاجه غلط ان انا بصور رسائل، فحقكم عليا. فمن ضمن احد الافرع بتاعتها ان الخطه دي طبعا ان انت تعيد استثمار المبالغ اللي داخله لك. يعني لو جيت انت فكرت في الشركات بتاعت التقسيط اللي زي فاليو والكلام ده، الشركات دي بتاخد 10%. يعني هي بتديك تمويل مثلا، وتاخد تقول لك فهاخد منك فايده 10% او بتاع. طب الله، ما هو ممكن كان يحط فلوسه دي في البنك وتجيب له 30% او 25%. ايه اللي يخليه يديها لك؟ الفكره في ان هو بياخد الكاش ويعيد تدويره. الفكره انه بياخد الكاش ويعيد تدويره، فانت لازم تعيد تدوير فلوسك اول باول. بتعيد تدويرها ازاي؟ في حملات دعايه واعلان. وحملات الدعايه دي لازم تكون مرتبطه معاك باحصائيات. عشان كده بقول لك شوف الفيديو اللي انا بتكلم عليه على الجزئيه دي تحديدا. فلازم تكون مرتبطه معاك بحملات الدعايه واعلان. حملات الدعايه دي بتوفر لك، انت مثلا بتبقى عارف ان انت هتاخد مثلا 10% من الدخل اللي داخل لك. ال 10% دي بتعيد استثمارها تاني، فبتدخلك شغلانه تانيه او شغلانتين تانيين وهكذا. دي اول حاجه في نزود الكاش بتاعك في مهنه التصميم. تاني حاجه انك تعتمد على فكره الديبوزيت. مفيش حاجه اسمها انك تشتغل من غير ما تكون واخد ديبوزيت، لان الديبوزيت اللي انت بتاخده ده اولا بيامن ان العمل بتاعك يتم على اكمل وجه مع العميل، ما يبقاش فيه خلافات ملهاش داعي، قد تكون يعني حجج. دي اول حاجه. تاني حاجة ان انت بتاخد الديبوزيت ده وبتعيد استثماره اول باول، فبالتالي على ما بتخلص الشغلانة بيكون في انت عملت حملات دعاية بتاعتك او الاعلان بتاعك، او صرفت على كومبوننتس او مكونات انت هتستخدمها في التصميم بتاعك. فاول باول بتلاقي نفسك ان انت بيدخل لك شغل. يعني ما تلاقيش نفسك عطلت على شغل. في ناس بتاخد الفلوس، انا الكلام قد يبدو بديهي، بس في ناس يا جماعة بتاخد الفلوس اللي بتعملها من التصميم وبتصرفها. فانت بالتالي انت بتفضل واقف مكانك. الخطوه اللي بعد كده لزياده الكاش انك لازم تختار العملاء بتوعك. ودي طبعا بتبقى مرحله بعدين شويه ما بتكون انت بقيت تصميميا معروف، او لو عندك ضغط شغل تختار العملاء بتوعك. لان انت في شغلانات او في عمليات انت ممكن تدخلها. العمليات دي مثلا سي ده ارقام مجازيه، مثلا تاخد تصميم هتاخد فيه 10000 جنيه. التصميم ب 10000 جنيه ده ممكن يعطلك فتره قد ايه، وبالتالي انت حاجز وقت من عندك قد ايه؟ لان الوقت اللي انت حاجزه ده بفلوس. انت ممكن في خلال الوقت ده مثلا التصميم ده ممكن ياخد معاك 3 شهور، ده مثال برضو. جالك شغلانه تانية اثناء الثلاث شهور دول انت مش قادر تاخدها ومش قادر انك تعملها بسبب ان انت مربوط بشغل اول. فطبعا انت بالتالي انت ضيعت فلوس الشغل التاني. فهل الشغلانه الاولانيه اللي ب 10000 تستدعي ده، ولا انت بتعطل نفسك وبتاخد شغل لمجرد انك ما عندكش شغل، وبيجي لك فجاه عمليات تانية تدخلك 3 اضعاف او 4 اضعاف المبلغ ده، وبتضطر ترفضها وبتهملها وبتاثر فيها، نظير ان انت بتاخد شغل وخلاص من غير ما تكون مرتب اولويات. النقطه اللي بعد كده وهي برضه نقطه بديهيه جدا، انك تسرع وتنجز شغلك بسرعه. ما تطولش في الشغلانه. الشغل انت من مصلحتك اكتر من مصلحه العميل انك تخلصه بسرعه، عشان خلال الشهر تقدر تاخد كم عمليات اكبر. هتقول لي طب ما انا لسه ببدا وبتاع ما عنديش شغل كتير. في نفس الوقت على صعيد اخر او بطريقه تانية، انت نفسيا بتقع لما تلاقي نفسك الشغلانه مطوله معاك، بتبقى دمها تقيل. فحاول دايما تنجز شغلك بدري، ما تقعدش تاخر في الشغل على سبيل لما يجي لي مزاج ولما يجي لي مود. طبعا احنا بنشتغل مهنه فنيه بتحتاج المود وبتحتاج المزاج، ولكن مش لازم تكون في افضل حالاتك علشان تبدا تصمم او تبدا تعمل ديزاين او تبدا تخلص اللي وراك. لكن احنا بنتكلم على القدر الكافي من النفسيه ان انت تكون تنتج او تطلع شغل. وانت مجرد ما بتبدا او انك بتبدا بتلاقي نفسك الدنيا مشيت معاك، وتلاقي نفسك ان انت اتسحلت شويه في الشغل. خلاص، فمش لازم تستنى لحد ما نفسيتك تظبط 100%. لا، يكفينا 70%، ده بيبقى بالنسبه لنا، او 60% بيبقى بالنسبه لنا كويس قوي. وده بينقلنا طبعا للنقطه اللي بعد كده، وهي ان سلاحك الوحيد هو النفسيه. نفسيتك لو مش متظبطه، لو جيت اديت لك شغلانه ب 20 مليون جنيه مش هتعرف تعملها، ب 30 مليون جنيه مش هتعرف تعملها. ولو نفسيتك تمام هتلاقي نفسك ان انت
بتقدر انك تبدع، وتقدر تنجز، وتقدر تدخل شغل، وبتقدر ان انت تهندل العملاء بتوعك لو في مشاكل او حاجه يعني الموضوع كله نفسيه، لازم نفسيتك تكون متظبطه. ابعد عن اي توترات على قد ما تقدر. طبعا انا عارف الحياه بتبقى صعبه شويه، ولكن على قد ما تقدر ابعد عن اي توترات، ابعد عن الناس المحبطه اللي تقعد تحبطك. مش لازم ان انت تاخد شغلانات ارقام فلكيه عشان تعملها، لا، انت ممكن زي ما بقول لك لو نظمت الدنيا عندك، عارف ان الوقت ده على مدار طبعا شغلك او على مدار خبرتك لازم يبقى كله بالكواليتي. على فكره انا ما بقولش انك تهمل في الجوده، ولكن انا بتكلم على قدر الاهتمام وقدر الشغل اللي هتطلعه، مش الكواليتي. انا بتكلم على المجهود اللي بيتبذل، المجهود اللي بيتبذل. انت عندك كذا كذا كونسبت او كذا ستايل ممكن تشتغل عليه، في ستايلز ممكن تشتغل عليها. نتكلم على المودرن مثلا، المودرن نفسه 50,000 مدرسه، في مدارس جوه صعبه وفي مدارس سهله. خلاص، المدارس الصعبه اكيد هتديك نتيجه افضل لانها نادره شويه، وبالتالي اللي بيشوفها بيكون عدد قليل، فبالتالي تصميماتك تكون متميزه اكتر، وهكذا. فانت ما ترفضش شغل، دايما قول للعميل اوكي انا بالرقم ده انا اقدر اديك الكونسبت ده، وما تضحكش على العملاء. يعني ما تقولوش ان انا هعمل لك احسن حاجه لا، انت قول له بالكونسبت ده او بالسعر ده انا هديك كذا، بالسعر ده هديك كذا. ارتضى اوكي، يبقى كده حققنا التراضي. ولكن الكواليتي ما تقربش منه، الكواليتي ده انت، الكواليتي ده انت اللي بيقول انت بتطلع شغل عامل ازاي، بتعمل في شغلك ولا لا. فانت اهتم شغلك وتعامل معاه لان هو حاجه انت بتحبها. يعني اعمل الموضوع وانت حابب، ما تعملش الموضوع وانت متضايق ومتقدر وبتاع، لان ده في الاخر او في نهايته انك هتطلع اكيد شغل سيء. فلازم تشتغل وانت حابب الموضوع علشان تطلع نتيجه جيده. كل الحاجات دي اللي احنا اتكلمنا فيها بتزود عندك الكاش او تزود السيوله، طبعا مع اساس الخطه ان انت بتعمل كل ده عشان في النهايه تاخد الكاش بتاعك ده وتعيد استثماره في دعايه او حملات دعايه. انا على فكره الاستثمار بتاع الكاش بتاعك ده كدعايه ده نقطه من 50,000 نقطه، دي حاجه منهم. ولكن دي حاجه اساسيه قوي في المهنه بتاعتنا، ان انت لازم تستثمر في ان انت تحط جنيه يرجع لك اتنين، او تحط فلوس ترجع لك بشغلانه او بشغلانتين. خدت بالشغلانتين دي فلوس، حطيت فلوس الشغلانتين دول، خدت مثلا من كل واحده 10%، حطيت الفلوس دي رجعت لك بكل واحده بشغلانتين كمان، بقى دخل لك 4 عمليات او 3 عمليات، وهكذا وهكذا. الموضوع مش هيمشي طلقه ومش هيمشي سريع والكلام حلو، ولكن اللي هيحصل بعد كده فعليا مش ده. اللي هيحصل بعد كده فعليا مش ده، انك هتلاقي ساعات الدنيا ماشيه، ساعات الدنيا واقفه، ساعات الدنيا مش متظبطه. المهم انك في النهايه استمر، هتلاقي ان بعد مده بدات تتحقق اللي انا بتكلم عليه ده. يلا باي باي، بالتوفيق ان شاء الله.